هذا سيفوه. احنا دخلنا بيت الدبابير، دخلنا قضية التجار الغرفة، لدرجة ان اثناء عروضنا للمسرحية قابلني بالسوق مبارك الحساوي، الله يرحمه ابو عبد العزيز، محمد روح الجنة. قال لي سعد انتوا ايش قاعد تسوون؟ شنو المسرح؟ قلت والله قاعدين نعرض مسرحية. قال شو قاعد تقولون بالمسرحية؟ قلت مسرحية عادية. خير ابو عبد العزيز شو اللي حاصل؟ قال اتصلوا فيني الصبح قوموني من النوم، اجتماع غرفة التجارة. قلت له ايه؟ قال اخذت بشتي ودشينا غرفة التجارة الاجتماع. نعم، قاعدين يبحثون مسرحية هذا سيفو في غرفة التجارة مجلس الإدارة. أول ما عرفت وقفت، قلت الحين قاعدين من الصبح عشان تناقشون مسرحية؟ شو هالحكي؟ يقول انسحبت من الاجتماع، ما أدري شو اللي صار. شنو يا المسرحية اللي قاعد غرفة التجارة مجلس الإدارة اللي حوارها بالضبط. في هذا الاجتماع عرفنا شو اللي حصل. سلط علينا الأحزاب الدينية. ورفعت علينا القضية من الأحزاب الدينية، استدعونا النيابة تحقيق، حولونا أمن الدولة تحقيق، محاكم. شنو كان داخل المسرحية اللي خلوهم يعني أقصد شنو كنت قاعد تتطرق له؟ أوكي، شنو المحتوى عمي؟ إحنا شلون تجار ولا لا ما يصير. المهم وراها تجار مجلس إدارة غرفة التجارة.